لو هتقول لي اتعلمت إيه من بعد دخولك الكلية، هاقول لك 3 حاجات. أول حاجة وهي إن الضعيف هو اللي دايمًا تلاقيه محتاج التجمُّع، محتاج الاتحاد، محتاج إن يكون حد جنبه، محتاج إنه يشتغل ضمن فريق عشان يسندوه، على عكس القوي. القوي لا يهمه إن هو يكون في فرقة أو في جماعة. القوي تلاقي كل الناس هي اللي تحب تكون في فريقه. القوي تلاقي كل الناس تحب إن هي تمشي معاه، وكل الناس تحب إن هي تصاحبه، لإنه هو دايمًا مركّز على هدفه وماشي في طريقه ومستقبله واضح ونظرته واضحة وهدفه واضح، ويمكن كمان يقود كل الناس اللي معاه للهدف اللي هو شايفه، لكن عمره ما حد يقدر إن هو يقوده. عشان كده خلّيك قوي في مجالك، هتلاقي كل الناس بتحترمك، وكل الناس تحب إن هي تمشي معاك، وكل الناس تحب إن هي تصاحبك. تاني حاجة وهي ما تظهرش قد إيه أنت شاطر، ما تظهرش قد إيه أنت ناجح، ما تظهرش قد إيه أنت جامد وما فيش زيّك، والكلام ده باقوله لك لسببين. السبب الأول وهو إن مش كل الناس هتحب لك الخير، ومش كل اللي بيكره لك الخير هيشوفك بتغطّي عليه ويسكت، بمعنى إنه هيحاول يدوّر لك على أي غلطة عشان يوقّعك بيها. وخُد بالك كمان إن مش كل اللي بيمشي معاك بيحب لك الخير أو يحب يشوفك فوق، هو ما يحبش يشوفك أعلى منّه، ومش كل الكلام اللي يتقال لك تسمعه وتخلّيه يأثّر فيك. أمّا السبب التاني وهو إنّك لمّا تظهر قد إيه أنت شاطر، هيصيبك الغرور، لإن الغرور هيخلّيك تثق في نَفْسك بزيادة أوي، وبالتالي هتحس باطمئنان إنّك لا يا عم مادة إيه اللي أذاكرها دلوقتي، دي ما تاخدش معايا ساعتين زمن، فتكسل تقوم تذاكر وتفضل تأجل لحد يوم الامتحان وتتفاجئ إنك مش قادر تلم المادة فتفشل. يبقى الغرور كان سبب في سقوطك. تالت حاجة اتعلمتها وهي امشي صح يحتار عدوك فيك، بمعنى ما تغشش عشان ما تديش فرصة لعدوك ينال منك ويقول عليك يا عم ده انت مجموعك ده انت جايبه بالغش. فامشي صح عشان عدوك يحتار يوقعك منين. بس كده، دول كانوا 3 حاجات اتعلمتهم من بعد ما دخلت الكلية عشان وقت الفيديو، ولسه في كتير. ودايمًا اعرف إنك طول ما أنت ماشي في الدنيا هتتعلم أكتر وأكتر، وخليك مستعد للتعلم ده. صَلّ على رسول الله.